اخواتي وحبايبي اللي منوريني، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل والهنا والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. بجد مبسوطه جدا، بحب الكومنتات بتاعتكم وكل حد بيكتب لي كومنتات. ربنا يا رب يبارك لك ويلاقي بالمثل مثله يا رب ان شاء الله. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي. انا فاتن، لو اول مره تشوفيني لفي لفه في القناه ان شاء الله تستفيدي مني. بعمل وصفات اقتصاديه وكمان روتين يومي، بقول لك حياتي ماشيه ازاي، بنظم وقتي وحياتي ازاي، وكمان بنوفر في الميزانيه. يلا نقول بسم الله. ما تنسيش لايك حلو الفاتن وكومنت حلو زيك كده. ويلا اقول لكم، انا اول ما صحيت شربت القهوه بتاعتي وصليت وقلت بقى هدخل كده. المدرسه بتاعتنا كانت جايه، مدرسه الولاد. احنا خلاص يا بنات بقى بدأنا الدراسه، يعني بدأنا الدروس. قلت كده هيئهم قبل ما المدارس يجوا. ان شاء الله هيدخلوا كي جي 2. فقلت ايه، نراجع اللي احنا خدناه ونبتدي كده نجهز نفسنا للسنه الجايه ان شاء الله، اللي هو كمان شهر قدامكم. المهم يا بنات بقى، قلت هعمل كب كيك كده عشان الميس بتاعتنا هنقدم لها يعني كب كيك او حاجه حلوه كده. عملت نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الزيت، وحطيتهم في الخلاط زي ما انتم شايفين مع بيضايه واحده. ايوه بيضايه واحده هعمل احلى كب كيك ممكن تعمليه. وكيس فانيليا، وكمان معلقتين 3 من الكاكاو لو انت حباه شوكولاته، لو مش حباه استغني عن الكاكاو عادي. وهنا عندي كوبايه ونص من الدقيق. شايفين مقادير سهله جدا جدا، اي بنوته صغيره تقدر تعمل الكب كيك ده، اسهل منه مفيش. وهحط هنا معلقه من البيكنج باودر ورشه الملح على الدقيق، ان انا لازم اكون نخلاه كويس قوي يا بنات، نخلته مره او مرتين. وحطيت هنا بيكنج باودر ورشه الملح، اللي هي رشه كده بين ايدك بين صوابعك، ما تكتريش عن كده. وقلبي بقى وانزلي بالخليط بتاعك اهو. شايفين اللي احنا ضربناه في الخلاط ما خدش في ايدينا 3 دقايق بالظبط. قلبي بقى كويس جدا زي ما انت شايفه اهو بالشكل ده. وبعد ما قلبته كده اهو، ده السمك اللي انا عايزاه. الكب كيك بيبقى تقيل شويه عن الكيكه نفسها، عشان لما يجي يستوي ما يطلعش من الصينيه نفسها، ما تبقى زياده، لا، بيبقى ماسك نفسه. على فكره بيبقى هش وطري جدا، ما تقلقيش. بعدين بقى هنا قعدت ادور على القوالب الكب كيك، القوالب بتاعتها، قصدي الورق بتاعت القوالب، ما لقيتش. فروحت بقى ايه، دهنت الكب كيك ده، الصينيه دي بزبده او زيت. تدهنيها بزبده او زيت كويس جدا، اهم حاجه عشان يطلع معاكي الكب كيك بكل سهوله لما يستوي. وهنا طبعا لو في اي زياده بقى تشيليها عشان الصينيه بتاعتك ما تتحرقش. وطبعا لو انت مش عايزاها كب كيك تعمليها صينيه صغيره، تبقى حلوه جدا برضو، بس اللي هي القوالب الصغيره دي مش هتعمل صينيه كامله. احنا عاملين نص ونص ونص، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه من اللبن، على بيضايه واحده. شايفين مقادير اسهل منها مفيش. اهم حاجه تخبطيه خبطتين كده بقى قبل ما ندخله الفرن، يكون الفرن بتاعنا متولع عليه من 10 دقايق من قبل ما تشتغلي. والكب كيك بياخد من 3 دقايق ل5 دقايق، مش اكتر من كده، يعني 3 دقايق. لو الفرن بتاعك مظبوط مش هياخد اكتر من 3 دقايق. اهو شايفين تحفة جدا جدا، طالع معايا من الصينية بتاعته كويس جدا، ما لزقش ولا اي حاجه. ليه؟ عشان انا كنت دهناها كويس قوي زبده، زي ما قلت لك، زبده زيت المتاح عندك. طبعا ولادي عمالين ياكلوا وخطفوا وشايفين، يعني لحقت منهم دول بالعافيه. بألف هنا وشفا على قلبهم، هم بيحبوا الحاجات دي. وطبعا انا للاسف ما كانش عندي كريم شانتيه، كنت عايزه ازينها لهم بالكريم شانتيه والفورماسيه، بس هم طبعا عجبهم كده لاني ما كانش عندي كريم شانتيه، فقلت مش مشكله المره الجايه اعملها بكريم. المهم كان عندي بقى كيس جوافة، طلعته بقى اعمله عصير عشان اقدمه مع الكب كيك. وهنا يا بنات كان البخور الادمان ده، البخور ده تحفة 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 بجد. هو غالي شوية بس لا، انا عندي يقين ان الغالي تمنه فيه بجد. يعني ده غالي، بس عايزة اقولك يعني بولعه شوية، بس شوية صغيرين، مش العود البخور كله في اليوم، لا. ده العود البخور ده بيقعد معايا اسبوع كله. ودايما كل يوم كده بعد ما اروق الشقه كده واخليها يعني خليها زي الفل، ولعت بقى عود البخور ده كده عشان لما المدرسه بتاعتنا تيجي، الميس بتاعتنا، تشم الريحه الحلوه بقى كده، وتبقى قاعده كده مديه الولاد الدرس وهي رايقه. حطيت بقى البخور ده. عايزه اقول لكم بقى، ولادي كانوا واقفين لي، يعني اللحظه دي بيموتوا فيها. حطيت بقى البخور والميس جت وخلاص كده خلصنا الدرس بتاعنا الحمد لله على خير. فتحت بقى هنا الشباك. وهنا اقول لكم احنا بنشوف بقى الاوت فيت اللي هلبسه للولاد
وانا هلبس وهاخدهم وهنزل في لوك جامد جدا جدا يا بنات. اتفرجوا، عايزه اقول لكم بجد مكان حلو قوي ورخيص قوي. لو انت عايزه تخرجي ولادك، انا لقيت اختي بتكلمني بتقول لي يا فاتن ما تيجي نخرج الولاد زهقانين، قلت لها والله وانا كمان زهقانه. قالت لي طب البسي وتعالي روحي الميريلاند. قلت لها الميريلاند ايه يا بنتي؟ الميريلاند دي ادمت، دي حاجه قديمه قوي. قالت لي لا دي جددوها وبقت حلوه وجميله ومش عارفه ايه. المهم يا بنات، والتذكرة ب10 جنيه، يعني 10 جنيه في حاجة ب10 جنيه دلوقتي. فبصراحة لما قالت لي يعني ان هي سعرها كويس وان هي اتجددت، فقلت لا أنا هروح بقى واغير جو كده وناخد الولاد كمان. حرام اخدنا الدرس ودرس شوية، لا نبقى نكافئهم بقى وخرجهم شوية. وهنا كان حمودة بقى بيستني يلبس، كان مستحمي. وهنا كنت بشوف هلبس فؤاد ايه، لاني مش عايزة البسهم غوامق عشان خاطر الجو في اليوم ده كان حر جدا جدا. ومش هنركب العربية بتاعتنا، فهنركب بقى كده تاكسي. فطبعا هنمشي شوية قبل ما نلاقي تاكسي او حاجة، فمش عايزة البسهم اسود. فلبستهم بقى. كنت بشوف ده وبوريكم برضو التيشيرت ده كنت جايباه يا جماعة من حاجات ستوك محل عندي ب50 جنيه. شايفين؟ وده ماركة طبعا، عارفين الماركة دي كلنا، حلو جدا جدا. وهنا خلاص كنا لبسنا، واختي اتصلت بيا خلاص احنا نتقابل في الطريق. وهنا فتحت بقى شباك الانتريه كده، الصاله يعني. قلت تتهوى الدنيا، ما انا كده كده مش هشغل التكييف، الشقه كده تتهوى قبل ما اجي. وكنت الحمد لله بقى وريتكم كده الشقه مترتبه ما فيهاش اي حاجه. واخدت الولاد بقى وقابلت اختي وركبنا تاكسي والحمد لله. عايزه اقول لكم يعني، يعني بجد موضوع ان انت تركبي اوبر او تاكسي ده رحمه في الجو الحر ده. كنا بقى مشغلين التكييف بقى، بس انا فتحت الشباك شويه عشان اصور لكم الاجواء بره عامله ازاي واخدكم كده، يعني شوف الدنيا بره عامله ازاي. احنا كده كنا لسه ما دخلناش على مصر الجديده ولا حاجه. الميريلاند دي في مصر الجديده اللي ما يعرفش. بس بصراحه حلوه جدا. اختاري مكان حلو عشان ما تبهدليش فيه، يعني مكان حلو. بصوا بقى، انا اتفاجئت اتصدمت اول ما نزلنا انا واختي. ليه بقى؟ لان شايفين بقى الحديقه اصلا بقت شكلها تحفه، وكمان كانت لميس عامله بازار جواها. فعايزه اقول لكم كانت زحمه موت. بيقولوا البازار ده كان شغال من يوم الخميس، فزحمه موت. وعايزه اقول لكم في حاجات يا بنات تحفه جدا جدا بجد. انا ازاي ما روحتش بازار قبل كده؟ يعني ازاي انا ما جاتليش فكره ان انا اروح البازار قبل كده في اي مكان؟ وكمان ده ما كنتش عارفه ان فيه، انا ما كنتش عامله حسابي. انا كنا مفكرين ان احنا نروح نمرجح الولاد ونقعد شويه في الهوا والجو الجميل ده، لان انا بحب اجواء ما كنتش النجيله. عارفة بقى اللي فيه بازار لميس عاملاه ولا حاجة، ولا اعرف اي حاجة تفاصيل يعني. رحت بالصدفة، بس عايزة اقول لكم تحفة جدا جدا. يعني كوب الماركات وحاجات حلوة جدا، واسعار كانت رخيصة. انا لقيت كل حاجه موجوده في حرفيا وشفتها من الابره للصاروخ. بس طبعا كنت بدور على زيت شعر لبنتي بقالي فتره، وداخله جروبات على الواتس على الفيسبوك وكده. وطبعا ما كانش في حاجه عجباني، بس سبحان الله بقى لقيت النوبه بقى وحاجاتها الجميله والناس الجميله دي. وزيت الشعر ده كانت دكتوره قالت لي عليه، واحده صاحبتي يعني دكتوره، قالت لي انا جبته مره من نوبه، من الناس بتوع النوبه يا فاتن، وكان حلو جدا. وفعلا لقيته كان غالي شوية، بس بصراحة يا بنات من أول مرة لمعان وطراوة لشعر بنتي ويقلل الهيشان كتير قوي، وبيطر الشعر بطريقة رهيبة، فحلو جدا جدا. هنا بقى واحنا ماشيين لقينا الفرقة بتاعت لميس دي كانت عاملة جو حلو قوي في الميريلاند. وعايزة اقول لكم ما شاء الله الدنيا كانت زحمة والاجواء بصراحة كانت حلوة قوي. تعالوا بقى نسمع شوية كده، وبما ان هي موسيقى مش هتعمل ان شاء الله مشكلة على الفيديو. تعالوا نسمع شوية وارجع لكم تاني.
وكان طبعا لازما بقى ناخدهم كده على لعب الاطفال الموجوده. وطبعا انا هنا قعدت بقى خلاص، كنت مش قادره، لان كنت شايله ابني الصغير بيجي في الخروجات بقى ويرخم عليا، فما كانش راضي يمشي خالص. فما صدقت بقى جيت هنا عند الالعاب، دخلت بقى النطاطه وقعدت انا بقى كده على النجيل. عايزه اقول لكم بجد الجو تحفه هناك، جو حلو جدا جدا. والحمد لله اليوم كان حلو وروحنا بقى. وتعالى اقول لكم انا جبت ايه من هناك. طبعا اشترينا بقى الحاجات اللي هو ايه اللي معانا فلوس اصلا. احنا كنا خارجين احنا كده طبعا كنا واخدين فلوس هنفسح بيها الولاد، وعارفين طبعا اختي عارفه طبعا لان هي راحت قبل كده الاسعار يعني هناك. اشترينا بقى الحاجات دي كده اللي هو ايه بصراحه اللانش بوكس دي لان كده كده هجيب لهم. فلقيتها ب50 جنيه فاخدتها. طبعا كان عليها عرض خصم. هم عاملين بصراحة هناك خصومات تحفة جدا 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 يا بنات. والحاجات ماركات، يعني الحاجة او كوبي من الماركات، وفي ستوكات وفي كل حاجة بصراحة. يعني انا بالذات اول مرة احضر حاجة زي كده، فبصراحة فرق كتير. وشفت حاجة حلوة قوي النهاردة عجبتني ونظام، والناس كلها محترمة جدا هناك. لما كان بقى حد يضايقك فيه ولا حاجة مع اني زحمة جدا، بس كمية الاحترام بجد فعلا المكان بيفرق في ان انت تروحي وتشتري. يعني بصراحة حلوة قوي. المهم اشترينا بقى الحاجات دي. انا اشتريت اللي هو اللانش بوكس دي كانت ب50 جنيه. جبت البنك دي الفيروز. وطبعا اهم حاجة تشوفي عليها الشوكة والمعلقة، يكون مرسوم عليها شوكة ومعلقة وشوكة وكوباية مش فاكرة ايه. ويكون رقم 5. ده اللي انا يعني بتأكد منه في الحاجات اللي بشتريها الصحية اللي انا بحط فيها الاكل الولاد او الازازة او اي حاجة، بتبقى رقم 5. رقم 5 ده يعني صحي جدا ان انت تستخدميه في الحاجات البلاستيكات. طبعا مش هنحط فيها حاجات سخنة، انا هحط فيها سندوتشات وحاجات كده. واحلى حاجة بقى فيها اللي هي ايه، فيها ازازة المايه بتاعتها. لان ولادي السنة اللي فاتت بهدلوني في موضوع ان انا بحط لهم ازازه الميه اجي الاقيها مش قافلينها كويس في الشنطه، فمبهدلين لي بقى الكراريس والكتب. فكنت بجد يعني تعبت معاهم السنه اللي فاتت بالموضوع ده. فلما لقيت بقى اللانش بوكس بالازازه دي، وعايزه اقول لك دي بقى عجبتني لان انا شفتها كتير قوي في المكان اللي انا موجوده فيه عايشه فيه يعني عندي هنا. بس لقيتها مش نفس الفينش ده. الفينش ده نضيف والبلاستيك بتاعها نضيف والحاجه حلوه قوي. الماتيريال نفسها نضيفه يعني حلوه. فعشان كده انا بصراحه عجبتني وجبت 2. جبت البينك الفيروز وجبت اللون التاني ده الفؤاد، ده اختياره، كل واحد يختار اللون اللي هو عاوزه. وطبعا ما سكتوش الا لما يفتحوها. انا ما كنتش عايزه افتحها دلوقتي، قلت على المدارس لان انا عارفه اللي هيعملوه فيا، بس فتحته لهم بقى بما ان انا فرحتهم يعني. وقلت لهم ان دي للمدرسه يعني مش هنستخدمها دلوقتي. وهنا بقى لقيت الشنطه دي ب100 جنيه. فبصراحه لقيتها يعني عليها عرض حلو قوي تحفة وجميلة كده. تنفع بقى للبحر، تنفع وانت خارجة خروجة في النادي، حلوة قوي. وعايزة اقول لكم بقى احلى حاجة عجبتني فيها ايه، ان هي ما شاء الله كبيرة جدا. يعني دي بقى تاخد كل حاجة وانا خارجة، ما يبقاش قلقانة، لان باخد شنط معايا بحس ان هي صغيرة، مهما جبت الشنط بلاقيها صغيرة من جوه. فانا عايزة شنطة واسعة ومحتاجة يعني لما اخرج مع اولادي لو حطيت لهم سندوتشات او حاجة. البخور ده بقى يا جماعة بخور حاجة تانية خالص. جبته طبعا من ناس النوبة العسل اللي كانوا موجودين، ناس جميلة جدا. واخدت البيدج بتاعهم عرفته على الفيسبوك، حاجتهم قمر قوي قوي. وعايزه اقول لكم الزيت ده بقى سحر. لو انت شعر بنتك هايش مقصف مش بيطول، او انت شعرك مش بيطول وحاساه كده ان هو مطفي، اختاري الزيت ده. طبعا الزيت ده انا شفته في محلات طبعا بس مش اصلي، لكن ده اصلي جدا. وانا جبته من الناس اللي هم بيعملوه نفسهم، زيوت طبيعية يا بنات. هقول لكم انا جبته ليه. انا جبته قابلت واحدة هناك بقول له الزيت ده حلو، وبقول للراجل يعني الزيت ده حلو، انا عايزه زيت حلو لبنتي بس الزيت بينشف الشعر. قال لي انا مش هتكلم. انا هي واحده بتشتري فعلا، بتشتري، قالت لي انا دكتوره وانا بشتري منه، من كل ما يروح بازار انا بكون وراه حاجاته حلوه جدا. فبصراحة اخدت الحاجة وهو برضك مش متأكدة، بس هي قالت لي الست كلام، فطبعا قلت اكيد يعني هي مش هتقول كلام مش صح. فاخدت الزيت. وطبعا البخور ده بقى شميته هناك كده كان هيغمى عليا من الريحة. فظيع يا بنات، تحفة جدا. الزيت ده كان ب150 والبخور كان ب50. اخدتهم. عايزة اقول لكم بجد الزيت ده حلو قوي قوي، فظيع.
لو انت عايزه حاجه لبنتك يبقى اختاري من الزيت ده. اللي عايزه يا بنات اكتبي لي في الكومنتات، هحط لك لينك الصفحه. انا طبعا مش هستفيد منهم بحاجه، بس هفيدك انت لو محتاجه زيت. انا كنت بدور على زيت لبنتي نوع كويس ويكون سعره يعني سعره كويس، لان السيرم راح في داهيه، اسعار زيوت السيرم دي راحت في داهيه. هنا بقى كنت جايبه لهم فينو عشان طبعا هعمل لهم عشاء قبل ما يناموا. جبت الفينو، كنت عايزه اجيب كايزر بس ما لقيتش، فجبت الفينو. هنا بقى كنت عامله خلطه الهمبرجر قبل ما امشي. البرجر كنت حاطاه في التلاجة بحيث ان انا لما اجي اعملها على طول يبقى سهل عليا. فقعدت طبعا ادور على كايزر ما لقيتش، فقلت مش مشكله هاخد الفينو بقى واعمله وامشي نفسي، عشان طبعا كنت مرهقه بقى وراجعه مرهقه مش قادره الف كتير. بصراحة ابني الصغير تعبني، يعني انا ما كنتش عارفة الموضوع فيه يعني فيه انتي تتفرجي بقى. وتفرجنا بقى الحاجة عجبتنا بصراحة، قعدنا نتفرج كتير ومشينا وقعدنا. طبعا طول ما احنا بنتفرج يا خسارة معيش فلوس اشتري مش عارفة ايه، ما كناش عارفين ان احنا نشتري حاجة اصلا، احنا رايحين بالصدفة. بس كان اليوم لذيذ. عملت لهم بقى البرجر القمر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هعمل لكم الوصفه كامله كده في فيديو لوحدها، عشان بجد مش هتجربي طريقه برجر غير بالطريقه بتاعتي. حلو جدا جدا وطعمه حلو وكمان اقتصادي. هحط كده بقى البرجر، هعمل لهم كده سندوتشات عشان احنا يعني اكلنا حاجات خفيفه بره، بس برضو ايه يعني انا قلت اكلهم حاجه قبل ما يناموا. وطبعا هم عارفين ان انا عامله البرجر يعني هيفرحوا قوي. دايما تكوني مجهزه نفسك ومرتبه نفسك، عارفه ان انت خارجه نبقى نعمل كده اكلنا ونرتب نفسنا قبل ما ايه نخرج. هنا قالت لهم بقى طبعا بطاطس والبرجر معرفش كش قوي، باين اللحمه اللي انا جبتها طلعت لحمه كبيره، بس وعايزه اقول لكم بقى طعمه تحفه جدا جدا جدا، احسن يا بنات من الاكل اللي بره 100 مره. يعني دي حاجه نظيفه في البيت، يعني مهما كانت كشت او يعني حساها كشت بس طعمها حلو، بس برضك حاجه نظيفه انا عاملاها في البيت. بس هي اللحمه جت مني باين جبت من واحد اللي لحمته كبيره، فلا مش هجيب منه تاني، هغير بقى هرجع اجيب من الراجل اللي انا بجيب منه. وهنا بقى كان علينا طبعا احنا زي ما قلت لكم اخدنا الحصه، يعني الميس جات لنا الصبح، فقلت ارجع لهم بقى قبل ما يناموا عشان ما ينسوش. وقلت كده طبعا هم كانوا تعبانين ومفرادين، قلت لهم بصوا هي نص ساعه بس. عايزه اقول لكم طبعا ضحكت عليهم، قعدنا ساعتين بنراجع عشان المعلومه تثبت في دماغهم ما ينسوش حاجه. هنا بقى كنت كان عليهم هوم ورك بتاعهم بقى طلعناه كده وقلت اذاكر شويه. قلت لهم زي ما خرجتكم وفسحتكم بقى تسمعوا كلامي وتقعدوا تكتبوا الهوم ورك بتاعكم عشان ايه ما تنسوش حاجه. بحب ارجع لهم في نفس اليوم عشان لو ناموا هينسوا كل حاجه. فقلت كمان ايه بيقولوا، مش عارفه المقوله دي صح ولا غلط، ان احنا نذاكر للعيل قبل ما ينام عشان المعلومه تثبت. يا رب يا بنات فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعبت في الفيديو ده تحطوا لي لايك.